بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يفوز على أسوان 1-0. مباراة كان الزمالك محتاج فيها الفوز. لسه الزمالك مع عساري قدامه ياما قوي عشان الراجل ده يطبق فكره، ونشوف الراجل ده هيروح بالزمالك على فين. يا اما هيلبس في الحيط، يا اما هيغير طريقة اللعب تماما، لأنه بيلعب بطريقة مختلفة جدا على الكرة المصرية. وأتمنى إن الزمالك يرجع لعهده ويرجع ينافس الأهلي مرة أخرى، لأن الزمالك نادي قوي جدا جدا، والزمالك بيفوز في كأس الكؤوس ليه اليد. في يوم زملكاوي خالص بيفوز بالبطوله السابعه ليه. وهنا عندي نقطه مهمه قوي يا جماعه: الكوره مكسب وخساره، اليد مكسب وخساره، السله، الطايره. الاهلي كان مكتسح الطايره بقاله بتاع 10 سنين مثلا، ورجع الزمالك اخر سنتين خد منه الدوري. لان هي ده المكسب وخساره، انت مش تكسب على طول وتخسر على طول، هتكسب مره وهتخسر مره. مفيش حاجه اسمها مكسب. بس كنت بتناقش على الفيسبوك مع مجموعه من الناس بيقول لك ان الاهلي عودنا على المكسب. لا يا جماعه، الاهلي خسران بطوله افريقيا مرتين، خسران كاس، خسران دوري، خسران حاجات ياما. الكوره مكسب وخساره. حفل بس.